يارا دلوعت بابي وما بقتش دلوعت بابي خلاص، وابتدى عليه وفضحته قدام الناس. بعد ما كانت بتقول بابي انا عاوزه فلوس اخرج مع اصحابي، دلوقتي بتقول عليه خاين وبخيل. يا ترى ايه حكايه يارا دلوعت بابي وقصه خلافهم وطلاقهم؟ تعالوا بينا نقول لكم الحكايه. من ساعات قليله طلعت يارا دلوعت بابي لايف على صفحتها الشخصيه وهي بتصوت ومنهاره من كتر العياط، وحكت كل اللي حصل معاها من بدايه تعارفها بعمر طليقها لغايه طلاقهم التاني. يارا طلعت وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ممربطني وبهدلني، وحياة ابني ما كان معاه فلوس يصرف بيها عليا وعلى البيت، كنت انا اللي بنزل اشتغل وانا حامل وهو نايم، وبعد كل التعب والذل ده كمان طلع خاين. خاني مع صاحبتي اللي كانت بايته معانا في نفس البيت، كنت بصرف عليه وعمري ما اتكلمت ولا اشتكيت، حتى اهلي ما يعرفوش حاجه لغايه دلوقتي. يارا كمان حكت عن معرفتها بالسوشيال ميديا وازاي بقت بلوجر، وقالت صاحبتي قالت لي اطلعي لايف هتكسبي، وفعلا خبطه والتانيه سمعت وبقينا مشهورين. كانوا بيطلبوني في البرامج لوحدي، كنت برفض وبقول لهم جوزي لازم يكون معايا. وبعد كل ده خني. اتجوزت من غير شقه وعفش وكنت بنام على الارض. اهله قعدوا معايا في الشقه وانا عروسه مليش 10 ايام وقالوا لي ده اللي عندنا اذا كان عاجبك. عمري ما طلبت حاجة وكنت بختار أرخص الأماكن لما نيجي نخرج. بعد الجواز سافرنا الإمارات بتأشيرة سياحة، وحكمت عليه هناك إن أنا أعيش في شقة بعيدة عن أهله، وفعلا حصل الكلام ده كمان وقتها فاجئني وجاب لي تليفون آيفون. فجأة بعد شهرين اتفاجئت بحساباته كلها متصفرة، وما كانش حيلتنا غير 200 درهم. إيجار الشقة لوحده كان 2700 درهم، ورغم كل ده قلت له عادي وهنعدي كل ده. انا كان كل همي اعيش مبسوطه ومستوره. كان كلام يارا عن ازمتها مع طليقها عمر. رده بقى هو كان ايه؟ تعالوا نشوف. على طول طلع عمر على صفحته الشخصيه عشان يرد على يارا، وكان منهار هو كمان من العياط، وقال على نفسه انا انسان عديم الكرامه، هي خلاص استكفت مني وبقت اعلى مني مش محتاجاني خلاص. من يوم ما عرفتها وانا شايلها جوه عينيا، انا مصدوم من اللي بتقوله عليا وخلاص احنا كده انتهينا. بتقول كنت مجوعها، ده انا كنت ببديها عليا وعمري ما جبت لنفسي حاجه، مش فارق معايا كلام الناس ولا شكلي ولا الكلام اللي هي قالته عليا. انا من يوم ما عرفتها وانا محافظه عليها وبعاملها زي بنتي، ولا ليا صحاب ولا بخرج. انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها، وحاسس اني هموت من غيرها، بس مصدوم فيها صدمه عمري. يا ترى بقى ايه حكايه الاتنين دول؟ محدش بقى فاهم لهم حاجه، والكل اجمع على ان ده مسرحيه منهم عشان يعلوا الريتش شويه، طالعين يتجروا بحياتهم وباختياراتهم ويحلفوا وهم كلامهم اصلا مش مفهوم. يا ترى ايه حكايه يارا دلوعت بابي وهتنتهي على ايه؟ تابعونا على مولاتي عشان تعرفوا كل الجديد.